اللي هتسمعه في الحلقة دي هيحفزك فعلا انك تشتغل في بنك، ولو انت بالفعل بتفكر في الموضوع فانصحك انك تعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه بعدين. ليه؟ لان الفيديو ده هيكون شعلة حماس ليك في اي مرحلة يأس تمر بيها في طريقك للبنوك. الفيديو ده هيرجع عزيمتك لو قلت، وهيشجعك لو معنوياتك ضعفت، وهيجدد عندك الامل لو فقدته، لانك هتعرف وتشوف ليه كل الناس عايزة تشتغل في البنوك. تعالوا نشوف ليه. خليني أسألك سؤال مباشر، كام واحد من اللي تعرفهم كانوا بيحلموا يشتغلوا في بنك؟ سواء خريج تجارة أو حتى آداب أو حقوق، دايما بيبقى في واحد على الأقل بيقول نفسي أشتغل في بنك. طب ليه؟ إيه اللي بيخلي البنك زي المغناطيس اللي بيجذب أي خريج؟ هل الموضوع بس عشان الفلوس وإنها وظيفة شيك، ولا في حاجات تانية؟ نبدأ من أول سبب واضح وصريح: المرتب. البنوك بتدي مرتبات كويسة جدا مقارنة بوظائف في مجالات تانية ممكن يكون فيها نفس المستوى التعليمي. يعني خريج بيبدأ من 7 ل 10,000 جنيه مثلا، ده رقم يعتبر كويس بالنسبة لشخص لسه مبتدئ. ده غير ان في مكافآت دورية وبدلات وتأمين طبي واجتماعي، وفي بعض الأحيان بيكون في بونص على الأداء. يعني مش بيبقى مرتب بس، دي باكج محترمة بتحسس الشخص انه عايش مرتاح. فمن الطبيعي ان المرتب يكون في أول الأسباب. بس في سبب تاني مهم جدا: الصورة الاجتماعية. موظف البنك من النوع اللي الناس بتشوفه من بعيد وتقول ده شخص ناجح. يعني لما تقول لحد انك شغال في بنك بتاخد تلقائيا وضع اجتماعي مختلف. البدلة والنظام والمظهر واسم البنك، كل ده بيعمل صورة شيك تخلي ناس كتير تتمنى انها تكون جوه المنظومة دي. والناس بطبيعتها تحب تكون محط احترام، وفي مجتمعاتنا شغل البنك بيحقق ده بوضوح حتى لو الشخص مش مهتم فعليا بالمجال البنكي. الفكرة ان الشكل الخارجي لوحده جذاب. ناس كتير بتدور على شغل ما فيهوش قلق، يعني ما يصحاش يوم يلاقي نفسه مفصول. وهنا البنوك بتعتبر بيئة آمنة. ليه؟ لأنها خاضعة لرقابة البنك المركزي، وفيها سياسات ولوائح واضحة، وفي نظام شكاوي وهيكلة قانونية وحقوق موظف محترمة. وده بيدي إحساس بالأمان، وخاصة في مجتمع نسبة البطالة فيه مش قليلة. عشان كده الناس بتحب شغل البنوك، لأن فيه استقرار وأمان، ولأن البنك مش شركة صغيرة ممكن تقفل في أي وقت. بالعكس، انت بيكون عندك رؤية واضحة لمستقبلك، وعارف انك لو اجتهدت هتترقى، وان ليك مسار وظيفي واضح، وعارف كمان ان في قوانين بتنظم شغلك وتحميك. البنك مش بس بيوظفك، ده بيمشي معاك في كارير مستقر وفي نظام هيكلة واضح. يعني ان هيكل الوظائف داخل البنوك بيكون منظم جدا، وده معناه ان كل موظف ليه مكان واضح في السلم الوظيفي وفي خريطة الترقيات. تبدأ كتيلر مثلا، بعدين سينيور، ثم اسيستنت مانجر، وبعدها مانجر. مش بس في نفس الوظيفة، لكن كمان ممكن تتنقل لإدارات تانية أو قطاع مختلف، وده بيدي إحساس بالتقدم. وده طبعا مهم نفسيا جدا لأي حد بيشتغل وبيبني مستقبله. البنوك مش بتسيب الموظف في حاله، أي موظف جديد بياخد induction training، وفي كمان كورسز كل فترة: خدمة عملاء، سياسات داخلية، مكافحة غسيل أموال، تحليل مالي. لأن البنوك بتحب تستثمر في موظفينها، يعني الموظف بيتعلم، وده بيخلي السي في بتاعه أقوى لو حب يغير مجاله بعد كده. وفي بعض البنوك بيوصل لمرحلة دراسات عليا أو شهادات دولية زي شهادة السي اف اي وشهادة السي ار ام. ده بيخلي الموظف بيحس انه بيكبر وبيتطور وبيبني خبرة محترمة. معظم الناس بتحب النظام والروتين والجدول المحدد في الشغل، ودول بيلاقوا راحتهم في البنوك. الشغل من 8 أو 9 الصبح لحد 4 أو 5 مساء، ويوم الجمعة والسبت أجازة في معظم البنوك، ومفيش شغل بعد كده غالبا إلا في حالات نادرة. الأجازات الرسمية مضمونة، وساعات العمل واضحة، ومفيش شغل فجأة بعد الساعة 10 بالليل زي بعض الشركات الخاصة. كل ده بيساعد على التوازن بين الحياة
الشخصية والشغل. معظم البنوك عندها فروع كتير في أنحاء الجمهورية، وده معناه إنك ممكن تبدأ في فرع من الفروع في أي مكان، المنوفية مثلا، وبعد كده تتنقل إلى فرع في القاهرة أو تترقى وتشتغل في الإدارة المركزية. يعني في فرص حقيقية للانتقال جوه البنك، وفي بعض الحالات كمان ممكن تسافر بره، وده لأن في بنوك بيكون ليها شراكات دولية، فمن الممكن إن الموظف يسافر في بعثات تدريبية أو مهام مؤقتة، وده مش بيخلي الشغل والمجال عبارة عن حاجة ثابتة ومملة، بالعكس ده بيأكد إنه مجال فيه حركة ونمو مستمر. الشائع والمعروف في أذهان الناس إن الشخص اللي بيشتغل في بنك ده شخص فلتة. ليه؟ لأن البنوك بتختار عدد محدود من آلاف المتقدمين، الاختبارات بتكون صعبة والمقابلات طويلة، فمجرد إنك اشتغلت في بنك ده معناه إنك نجحت في سبق. ولما الكل يقدم على بنك والبنك بيختار عدد قليل، فده بيخلي اللي اتقبل يحس إنه مميز. الإحساس ده بيزود عند الشخص شعور بالإحساس والهيبة، وكمان الناس بتبص لشغل البنوك على إنه اختبار بيحدد مين كويس ومين لا، وده بيغذي صورة الوجاهة اللي بيخلي ناس كتير تحلم بيها. كتير من الشباب لما بيشوفوا أصحابهم اتعينوا في بنك وبقوا أحسن ماديا وأسلوب حياتهم اتغير، بيبدأوا يتمنوا نفس الحاجة. ناس كتير بتتأثر بتجارب ناس قريبة منهم وبتاخد القرار بناء على فلان اشتغل وبقى كويس، لكن هنا القرار بيبقى مبني على الإعجاب مش على وعي حقيقي بالمجال. وكمان اللي بيزود فكرة إن البنك هو الحل إنه ببساطة في ظل غموض مجالات تانية زي التسويق أو اللوجستيات، البنوك بتقدم طريق واضح: إعلان على الموقع، تقديم أونلاين، اختبارات واضحة، مقابلات منظمة، فبقى الطريق للبنك سهل حتى لو كل الناس مش مناسبة ليه فعليا. كل الأسباب دي بتقول شغل البنك مغري فعلا، لكن هل دي الحقيقة كلها؟ هل كل واحد بيشتغل في بنك سعيد؟ هل كل الوظائف في البنك مناسبة للجميع؟ ده اللي هنجاوب عليه في الحلقات الجاية. ودلوقتي أنا عايز أقول حاجة مهمة: شغل البنك فعلا بيقدم مزايا كتير، مرتب محترم وصورة اجتماعية قوية وبيئة عمل منظمة واستقرار مالي، بس لازم تعرف إن مش كل اللي بيلمع ذهب، في جوانب تانية لازم نفهمها كويس أوي، لأن أكيد القرار مش هيتبني بس على إنك سمعت إن البنك حلو. القرار لازم يكون مبني على وعي حقيقي علشان تشتغل شغل يليق بيك ويريحك. استنى معانا لأن الحلقة الجاية هتفتح لك باب جديد تماما. كل المميزات اللي اتكلمنا عنها النهاردة وراها تحديات وضغوط محدش بيحكي لك عنها. مش كل اللي بيشتغلوا في البنوك سعداء ولا كلهم مرتاحين. في الحلقة الجاية هنكشف الوجه الآخر، هنحطك جوا يوم واقعي فعلا لموظف بنك وتفكر بعدها هل مستعد فعلا. أشوفكوا الحلقة الجاية، دمتم بخير وإلى اللقاء.